كبيبة الجمبري من الأكلات اللي طعمها مميز جدا، معروفة هنا عندنا في دمياط وكمان في بورسعيد. كمان هنا بعض المطاعم بتقدمها على إنها مقبلات، مش عارفة إذا كانت موجودة في باقي المحافظات أو معروفة أو لأ. أنا عن نفسي كنت بسميها أكلة لمة العيلة، مرتبطة عندي بلمة العيلة لما نتجمع كلنا ونعملها، وطبعا كنا بنعملها بكميات كبيرة. من الاكلات اللي فعلا طعمها مميز جدا، يعني لو مش ما تعرفوهاش او اول مره تشوفوها اتمنى فعلا انتوا تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم. انا هعملها معاكم النهارده وبكيلو واحد جمبري، كيلو قبل التقشير. هيحتاج بصلتين حجم متوسط، وكمان معلقه كبيره من الثوم سواء مفروم او صحيح، هنفرمهم مع بعض كويس جدا في الكبه. وبعد كده هضيف عليهم البقدونس، دول حزمتين من البقدونس، انا بحب فيها البقدونس جدا. حابين تستخدموا خضره تانية يبقى كزبرة مع بقدونس، بس بلاش شبت مش بيكون حلو فيها. بعد ما هفرم الخضرة كويس جدا مع البصل والثوم هضيف عليها الجمبري. كيلو الجمبري قبل التقشير بيكون صافي لحم، يعني لحم صافي. بعد التقشير حوالي 600 جرام، 600 وكسور. تمام كده، هفرمهم كويس جدا. وكمان تقشير الجمبري وتنظيفه مهم جدا، مهم جدا ان احنا نشيل العرق الرملي منه، علشان يعني ما يضايقناش في الاكل. بعد كده بيكون طعمه مش لذيذ لو ما نضفناهوش كويس. بعد ما فرمت الجمبري، ويا سلام بقى لو احنا ما نعمناهوش قوي وسيبنا فيه بعض قطعه جمبري كده، بيكون حلو قوي. بعد كده هضيف عليهم دقيق الرز او الرز المطحون، ممكن تغسلوا الرز كويس جدا وتنشفوه وبعد كده تطحنوه. انا استخدمت دقيق الرز الجاهز، هضيفه كده شويه شويه لحد ما تلم معايا. في ناس يحبوا يضيفوا رز قد كمية الجمبري، وفي بيضيفوا كمان اكتر، بس انا عن نفسي بحب كمية الجمبري تكون اكتر. يعني مثلا دول 600 جرام بعد التقشير اسفة، هضيف عليهم 400 جرام من دقيق الرز. انا ضفته كده بالتدريج لحد بس ما العجينة اعرف اتحكم فيها. زي ما انتوا كنتوا شايفين كانت طرية قوي ازاي، لا بالتدريج كده بنضيف دقيق الرز لحد ما نقدر نشكلها او تدينا قوام تقيل شوية زي كده. هي مازالت فيها تلديقة بسيطة، بس قوامها تقل ونعرف نتحكم فيها. وكمان هترجع تلزق تاني بعد الملح. الملح طبعا هيخلي الخضرة والبصل والكلام ده كله ينزل السوائل اللي فيه. بعد كده هتبلها بملح وفلفل اسود وكمون، انا بحب ازود فيها كمون شويه بيكون طعمه لذيذ، مش اكتر من كده. ملح وفلفل اسود وكمون، وهعجنها كويس جدا علشان التوابل تتوزع فيها كويس. وبعد كده هنبتدي نشكلها. علشان هشكلها هحتاج جنبي بولة فيها زيت وصينية كبيرة دهنتها بالزيت. مهم جدا ان احنا ندهن الصينية بالزيت. هاخد من الزيت وهدهن البولة اللي فيها زيت دي، وهدهن ايدي كويس. وبعد كده هبتدي اشكل الكبيبة، هشكلها اقراص. هاخد القطعة تقريبا في حجم ليمونة، مش كبيرة قوي، وهبتدي اشكلها اقراص. بتتشكل بسهولة لما بنكون دهنين ايدينا زيت. وطبعا نحاول على قد ما نقدر ان الاقراص كلها تكون مقاس واحد. انا هشكل الكمية كلها وبعدين هنشوف هنسويها ازاي. في بيحبوا يسووها وبيعملوا في المية بتاعتها يعني بصل صيادية، بس هي بتكون لذيذة بس بتكون تقيلة قوي. انا هعملها معاكم بطريقة حلوة ومميزة، وهنشوف هنعزز الطعم بايه. قشر الجمبري انا مش برميه، بغسله كويس مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده بنقعه بالليمون والخل، وبعد كده برجع اغسله تاني من الليمون والخل ده واصفيه وارفعه على النار. بغطيه بقى بالمية، واضيف في المية دي ورق لورا، مستكة، كمان شوية من الكمون، وبغليه كويس جدا. وبعد كده بصفيه بمصفى عادية، وبعد كده بصفيه مرة تانية بمصفى ناعمة. وبيكون دلوقتي عندي مية جمبري طعمها وريحتها تحفة. هستخدمها دلوقتي في تسوية الكبيبة. في الحلة دي فيها مية الجمبري اللي اتكلمت عنها دي، وطبعا مزودها مية عادية. ما نملاش الحلة مية للآخر، يعني حوالي التلتين، علشان ما تفرش مننا وتبهدل لنا الدنيا بعد كده. هضيف في المية دي بصلاية كبيرة مقطعة، وحبتين من الطماطم وكمان فلفل أخضر حبة أو اتنين على حسب حجمه. بعد ما تغلي المية دي على طول، أول ما تغلي هنبهرها بملح وفلفل اسود وكمون. ونخلي بالنا من الملح، ما نزودوش قوي في الأول، علشان الجمبري والأسماك من الحاجات اللي بيظهر فيها الملح قوي. بعد ما شكلت كل كمية الكبيبة هبتدي أنزل بيها في المية دي واحدة واحدة. خلي بالنا ما ننزلهاش مرة واحدة، أنا بنزلها واحدة واحدة، وفي كل مرة
مش بنزل بيها في نفس المكان اللي كان فيها القرص اللي قبليه، نخلي بالنا من دي. بعد ما ضفت كل الكميه هغطيها، بس الغطا ما يكونش كامل، هواري بالغطا. شايفين بقى اول ما بتغلي الكوبيبه بتبتدي تطلع على الوش ازاي؟ نخلي بالنا واحنا بنشكل الكوبيبه. هنا ما شاء الله ابتدت تدخل في سوا، فهبتدي اظبط الملح بتاعها. طبعا بعد ما بتغلي الغلوه الاولى بخلي النار متوسطه علشان ما نضطرش نزود ميه تانية. الميه دي في ناس كتير جدا بتحب تشربها وانا منهم، بتكون لذيذه قوي. هنا هظبط الملح بتاعها وهسيبها تغلي كمان غلوه، ونتاكد من التسويه بتاعتها، ونلاحظ ونراعي اسفه ان احنا ما نعملش الاقراص دي تكون سميكه قوي او رفيعه قوي. لو رفيعه من قوي سمكها يعني رفيع. شايفين السوا هنا تحفه، بتكون بتتقطع معانا بسهوله، بس في نفس الوقت مش مهريه كده. تمام قوي. هصفيها دلوقتي وهطلعها في مصفى علشان تصفي كل ميتها قبل القلي. لو الكوبيبه سمكها رفيع قوي هتتهري مننا في التقليب، ولو سمكها تخين مش هتبقى لذيذه وهتاخد تسويه كتير، ويعني مش بيبقى طعمها حلو. فنراعي الحته دي يكون سمكها معقول علشان طبعا هي بتزيد. بعد ما بصفي الكوبيبه كويس جدا من الميه ببتدي احمرها. وانا كمان من الناس اللي بحب اكلها من غير تحمير، بتكون خفيفه وحلوه. لو عاوزينها بقى صياديه، في الميه اللي احنا سوينا فيها الكوبيبه دي بنعمل لها بصله صياديه، وبصله الرز الصياديه بالظبط. بعد ما بتاخد تحمير على الوش الاولاني بقلبها وبحمر باقي الكميه بنفس الطريقه، وكده الكوبيبه بتاعتنا بتكون جاهزه، سهله ولذيذه وبسيطه ومفيش اسهل من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. دي كمان الشوربه بتاعتها دسمه وحلوه قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، جربوها. ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.